حنا دابا شادين الطريق غاديين لريستورات حبيبي. عرض علينا اليوم غادي نجربوا شاورما وغنجربوا جميع الاكل السوري. غادي يورينا الطريقه ديال تقديم الشاورما من البدايه ديالها السيخ حتى التحضير ديالها باش غطيب، وغادي نجربوا المذاق ديالها كيفاش داير. افضل واحسن شاورما سوريه من عند الاخ راتب ريستوران حبيبي. اوكي خليكم معنا. مع الصديق والشيف راتب غادي ندخلوا لعالم الشاورما السوريه الاصليه، من اختيار اللحم والتتبيله والطهي البطيء، السر اللي كيخليها افضل شاورما في الاسبوع. كما كتشوفوا المعلم راتب بدا كيجهز لنا الطبقات الاولى ديال الشاورما بكل دقه وصبر. كل قطعه اللحم كتركب بعنايه حتى كتولي السيخ عامر ومرتب ومستعد يتشوى بالطريقه الاصليه. يشكل صغير بعدين راح يكون كبير. احنا عم نطلع حاليا بالقاعده. اول شيء عملنا الجلي، بعدين بنحط الصوص اللي هي الصغيره، بعدين نبلش اللي فصلناهم عن بعض، ناخذ كم واحد صغير عشان نبلش فيهم. في عندنا هون النتر اللي احنا بنسميه هذا. هلا بعد شوي تشوفه شكله. هو فعليا نحن مشان نعمل شكله يصير تمام بنقصه باش يطلع عشان يطلع شكله تمام. خلي بنقصه بنرجع بنحطه جوا. الريحه توابل. في حامض، في بردان، وفي بهارات. هلا لما تكبسه هذا الطغط اوزان هون بس يزيد يهبط. اوكي فهمت. سوريا تقريبا هيك بيعملوا، يعني عند ابي بالمطعم هيك كان يعمل شاورما. اوكي انت تعلمتي من عنده، من عند الاب تاعك؟ ايه تقريبا. بالعكس هكذا. مسك من الجلده، خلي ايدك هون، خليها هكذا. ايوه بس. ايوه واحد جوج بس. هلا بنعمل لها هيك. عملنا اللمسه. بس اليوم الشاورما اطيب شيء عنا. انا اللي حضرت شاورما اليوم. هذه اخر مرحله. خلص الشكل النهائي راح نديها على الشوايه. يلا بسم الله. بسم الله. هذه كبسه. ايه اوكي كبسه. نساوي شو اسمه مع دجاج ومع لحم، كبسه باللحم وكبسه بالدجاج. اوكي. وهذا اللي بالطنجره؟ هذا حمص. هو اللي يقولوا له فلافل؟ لا مسبحه. اوكي. لا بس هذا هو السر. معلم getting ready. هي لازم هذا. ايه لانه العرب الحلقة بتحضروها هون ولا بالمنزل؟ لا هون. هلا هي طماطم بكنت حار. هم الاصل ديالهم يكونوا حارين شوي حارين. ايه شوي. الاولى والثانيه في شكل اشكال. مو شكل واحد. اوكي لا مو شكل واحد. هذا بتعمل وحده بالكفته، وحده بالطماطم، وحده. اوكي. اللحم. هذا اللحم. هذه الفطاير بتاعك.
هي تبع اللحمة. هذه بتاع اللحمة، لكن الفرق في الشكل. في الشكل مشان نعرفها على النساء يعني. لكن اللمسة خاصة بالمذاق يكون من عندك، من لمسة اليد. أبدا ما حدا بيطالع هلا السبانة. انتوا بتقولوا له السلق. شو نقولوا له؟ انتوا بتقولوا السلق. لا نقول سبانة، نقول سبانة. والله أكثر الجزائرية ولا التوانسة بيقولوا سلق. 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 ايه السلق عادية هيك. احنا نقولوا هذا الشكل نقولوا احنا بريوات، ولكن معمر يكون حلو، في فواكه جافة وفي عسل وفي يكون شوية حلو، مذاقه حلو. تحطوا له أكل يعني. احنا نقولوا بريوات. هذه بتاع السبانة. اللحم طماط. اوكي. هذا مشروب. ايه مشروب التمر الهندي. التمر الهندي هذا معروف في سوريا، مشهور في سوريا. هذا مشروب. اوكي. راح يكون هذا بس تمر. هو مو تمر مثل التمر تبعنا. هلا بورجيك اياه. اوكي. نعصره نحن ونساوي شراب. هذا هو العسل. هذا هو العسل. هذا هو التمر الهندي. الليمونادة. الليمونادة. رافت راح يقول لنا موقف صار له مع الزباين وعجبهم الشاورما، او مره عجبهم الشاورما، حطينا هو اكثر شيء بيصير عندنا هون، الناس بتفكر انه هذا نفس الكباب. الكباب اللي هو تبع اللي برا بالضبط. فانا اول شيء بشرح له انه لا، مو نفس الشيء، لانه حتى السعر مختلف جدا عن السعر هذا. بالضبط. فلما يدوق بيقولوا لي لا تستاهل اكثر والله. يعني اللي هو تلاقي خلص بيجي يوميا بعدها وبيجي اصحابه كلياته ادمان حرفيا. الزباين راح يكونوا زباين برتغاليين ولا عرب؟ هلا الغالبيه العظمى عندنا هون فينا نقول على الشاورما عرب غالبيه. شاورما لانه بيعرفوا انه هي الشاورما الصح. عرفت؟ بالنسبه للزباين بشكل عام بالمطعم الاكثر برتغاليين. بعدين بيجي العرب، بعدين بيجي الاجانب، او الاجانب والعرب نفس الشيء. المطعم على انستغرام ولا راح هم يجوا؟ الغالبيه الناس الغربة اللي بتجي لهون بتجي عن طريق الجوجل بروفايل تبعنا. لانه التقييم تبعنا كثير عالي الحمد لله، والناس كلها بتمدح من الاكل تبعنا، بيجوا لهون بصير عقل. ما شاء الله. يبغى يجرب احلى شاورما يجي مطعم حبيبي متواجد هنا في لشبونه. مرحبا بكم.